كلش تسمعونها هاي وتحفظونها جيدا وتحفظون الوقت مالها، لأن هاي بها وقت تحفظون وقتها. أصحاب الحوائج كل من يسمع صوتي هاي مهمة جدا الحادثة. سيدي ميلاني أحد المراجع قدامى رحمة الله عليه يقول يوم من الأيام جت عائلة ألمانية من أوروبا، عائلة ألمانية جوا عليه، قالوا له سيدنا احنا جايين نريد نتشيع نصير شيعة ندخل بمذهب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. استغرب سيد، تعرف لازم يعرف عائلة من أوروبا جاية، شنو اللي دفعكم على أن تتشيعوا؟ لازم أكو فت حادثة صايرة حتى يعرفها العالم. قالوا له احنا عندنا بنية هاي بتنا وحيدة تلعب وقعت صار عندها تكسر بأضلاعها، وديناها جميع الدكاترة بألمانيا، جميع الدكاترة قالوا هاي البنت لا تخلوها بالمستشفى، خذوها للدار فإنها ميتة، يعني ما تعيش أيام فأخذوها. قال لو بنتي من يوم الحادثة لم تأكل ولم تشرب أبد، بعد ما أكلت وشربت ما تقدر. الدكاترة كلهم قالوا راح تموت، أكل شرب ماكو، جبناها للدار وإحنا ننتظر ساعة موتها خالينها وقاعدين. قال لك كانت عندنا خادمة إيرانية شيعية عندنا بالبيت خدامة تشتغل، يقول باوعد قالت لهم أنا عندي الحل اللي بدكم. الأب قال لها شنو الحل اللي عندك؟ قالت له ليلة الجمعة، ليلة الجمعة افتح النافذة وتوجه نحو البقيع وقل يا فاطمة يا صاحبة الضلع المكسور أغيثيني. قالها فاطمة منو ضلع مكسور منو شنو الموضوع؟ قالت لا هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، كسروا ضلعها أسقطوا جنينها عصروها بين الحائط والباب، من حشت للقصة تأثر، هو بداخله تأثر، صار عنده معرفة لو لا عرف، صار عنده معرفة تأثر، يصير عنده معرفة مثل ما قلنا بالبحث يتأثر. قالت له فأنت استغيث بالزهراء. قلت صارت ليلة الجمعة فتح النافذة توجه نحو البقيع، يعني باتجاه البقيع اتجاه المدينة المنورة، قال يا فاطمة يا صاحبة الضلع المكسور أغيثيني، أنا هاي بنتي هيك وضعها وأنت صاحب الضلع مكسور وأنا رايد من عندك الإغاثة. يقول أنا بعدني أسولف استوني فرغت من الدعاء وسمعت بنتي تصرخ بالغرفة، ركضت عليها لقيت بنتي واقفة على رجليها، ما كانت تقدر توقف لا تقوى، واقفة على رجليها تقول لي أبا انظر إلى النافذة، باوع للنافذة باوع للشباك. يقول أباوع على الشباك ما أشوف أحد، وبنتي تقول الوداع يا فاطمة الوداع يا فاطمة الوداع. شنو الموضوع؟ شنو اللي حصل؟ شنو الوداع يا فاطمة؟ قالت له دخلت علي امرأة قالت إن أباك استغاث بي وأنا اللي يستغيث بي أغيثه، أي واحد يستغيث بي لازم أغيثه. أبوك استغاث بي وأقسم علي بضلعي المكسور، فأنا إجيت أشوف وضعك. قلت له وين شنو الشيء اللي يوجعك؟ وين الألم؟ تقول أشرت إلى جسمي إلى مواضع الألم، قمت أشر لها هنا. تقول هي تخلي إيدها على مكان الألم، تقول له إلهي أقسم عليك بضلعي المكسور. قال لا ما شافيتها شافيها، أقسم عليك بضلعي. يقول يروح الألم، تجي على المكان الآخر تقول له إلهي أقسم عليك بضلع المكسور شافيه، يقول يروح الألم. يقول اللي حصل شنو؟ يقول السيد رحمة الله عليه خلع عمامته وقام يلطم على راسه وهو يقول يا فاطمة يا فاطمة أغيثيني يا فاطمة أغيثيني يا فاطمة أغيثيني. قال له فإحنا لهالسبب اجينا نريد نعلن تشيعنا، ماكو واحد يتوجه لفاطمة ويقول لها أغيثيني يا فاطمة وفاطمة ما تغيث صلوات الله عليه. توجهوا للزهراء خصوصا ليلة الجمعة قولوا يا فاطمة أغيثينا يا فاطمة، وأغيثينا بصاحب العصر والزمان صلوات الله. يا فاطمة نقسم عليك بضلعك المكسور،
يا وجيهة عند الله. هالكلمات تصدر من عندك وادعو بها الصاحب الزمان لتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجكم. اللي يدعي للإمام بالفرج الله يفرج عن همه، الله يفرج عن كربه، الله يفرج عن كل حاجة عنده متعسرة. وهذا الكلام عن تجربة، وهذا الكلام هو الذي صدر عن الإمام المهدي صلوات الله عليه. الإمام هو اللي قاله، الإمام هو اللي بينه.